السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم ابواب الرزق اينما كنتم واينما نكون. انا جيت. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى هنعمل سر الحواوشي الاسكندراني. هنعمله بقى مع بعض هنا. هنعجن العيش وهنعمله الخلطه بتاعت العيش باللحمه اللي هي خلطه اللحمه، وهنظبطه وهيبقى احلى من اللي انت بتجيبيه من بره. حواوشي اسكندراني على اصله. هنحضر بقى الحاجات وتشوفوني معانا وتابعوني يا حبايبي. ما تنسوناش في اللايك والشير وكومنت حلو منكم واشتراك في القناه. حبايبي بحبكم في الله. تعالوا بقى نشوف ايه المقادير اللي هنعمل بيها. سمي كده بالله ونشوف احنا هنعمل ايه. تمام كده؟ تمام. يا حبايبي المقادير اهي. ده كيلو من الدقيق منخول. انا هقول لكم المقادير والوصفه دي النهارده بصوتي عشان اللي مش عارف يعرف. ده كيلو دقيق منخول، ماشي تمام. دي كوبايه لبن وزيها كوبايه ميه وكيس خميره فوريه ومعلقه سكر ورشه ملح. هنحط بقى كده الملح. بصوا الخميره الفوريه على الميه اهوت. نقلبها كويس ونسيبها اللي هي ايه تتخمر معانا عشان تشوفي ايه اللي الخميره كويسه ولا مش كويسه. في حاجات هعملها لكم بصوتي وفي حاجات هسرعها عشان الفيديو ما يطولش عليكم يا بنات. اهم الخطوات انا هقولها لكم بصوتي عشان تبقوا عارفينها متاكدين منها. ادي الخميره اهي هنغطيها ونركنها لحد ما ايه هنشوف الباقي. اهو يا بنت. دي كوبايه ايه هنقلب دلوقتي الخميره الدقيق بالملح ودي كوبايه لبن. بنعلي القيمه الغذائيه في العيش يعني عشان يبقى يطلع جميل وطعمه حلو. وعيالك اللي ما بيشربوش لبن هياكلوا العيش باللحمه ويبقى طري حلو ودخلت لهم قيمه غذائيه فيه. ده ايه اللبن. هنعجنه كده لحد ما الخميره ايه تتخمر. بصوا ده عايز بقى ايه ان انت تعجنيه كويس قوي عشان يطلع ناعم وملمسه حلو قوي معاكي وطري. تمام كده. انا عامله معاكم طريقه العيش وطلع تحفه وجميل. يا ريت تدخلوا تشوفوا الفيديو بتاع طريقه العيش. ده بقى هنعمله عيش باللحمه النهارده اللي هو الحواوشي الاسكندراني وهيبقى جميل قوي يا بنات. ومش هتشتريه تاني من بره. الرغيف بره بيعدي 50 جنيه و60 جنيه. فانت لا هتعمليه في بيتك وضامنه لحمتك وضامنه كل حاجه انت جايباها وعجنه العيش براحتك فبيبقى حلو قوي. كده بصوا الخميره عملت رغاوي ازاي. بدل عملت رغاوي كده واتفعلت يبقى هي ايه حلوه. بصوا اهو وريلك اهو. بصوا الرغاوي اهو. بصي كده هي ايه الخميره كويسه. بسم الله. هنشوف بقى ايه هنعوز ايه ميه تاني ولا ايه. كده حاطين كوبايه لبن وكوبايه ميه. وهنعوز بقى تاني هنحط واحده هجيب ميه واجي احط يا بنات. جبنا ميه اهو. هتحطي بقى ايه حبه كده لحد ما يعمل معاكي عشان ما يسيحش معاكي ويبقى عجينه خالص. لا تلمي كده حبه بحبه. لما تلاقيه عاوز تحطي. بصوا بقى انا هعجنه وهوريه لكم بقى في الاخر واقول لكم هو خد قد ايه ميه بالظبط الكيلو دي. اهو يا جماعه انا عجنتها اهي. بصوا بقت حلوه ازاي اهي. هنحط بقى معلقتين زيت عليها. بصي عجنيها. ده طبق العجين هندهنه برده زيت كده.
بصي العجينه، بصي العجينه حلوه ازاي. بصوا نسيبها بقى هنا تتخمر. نحطها بقى المشمع كده بكيس او استرتش راب ونغطيها بالفوطه. تمام كده. خليها بقى هنا نخمر. همسح الترابيزه واقول لكم بقى نعمل خلطه الحواوشي ازاي. دلوقتي بقى هنعمل خلطه اللحمه. ادي ده كيلو الا ربع لحمه، هنحط له نص كيلو بصل. نص كيلو بصل هنحطه في الكبه. لازم تشيلي البتاعه بتاعت البصل ديت عشان ايه متكسرش الكبه. هنفرمه فرم ناعم. بصي دي اللي هي الحته اللي هي بتبقى ماسكه البصلايه دي بتبقى ناشفه على الكبه. كده فرمنا البصل فرم ناعم. نحط بقى هنا البصل، افرموه فرم جامد كده. وده عود يعني نص حزمه بقدونس وقرنين فلفل سبايسي. هنقلب كل ده مع بعضه وهنضربه ضربه كمان ايه في الكبه عشان يبقى كله متجانس مع بعضه والخلطه كويسه. ممكن تعجنيها على ايدك بس انا عندي الكبه بقى شغاله هقوم فرماه كله مع بعضه. تمام كده يا بنات. يلا هفرمه بقى تاني في الكبه متجانس مع بعض واقول لكم تاني وارجع. اهي ضربتها يا بنات. بصوا جميله وحلوه ازاي اهي. بصوا تجانست مع بعضيها وبقت حلوه وجميله. هنحط بقى البهارات بتاعتها ونسيبها في التلاجة عبال ما تجانس مع بعضيها. هنحط فلفل اسود وملح وبهارات لحمه بس، مش هنحط اكتر من كده. وهنقلبها ببعض ونغطيها بالاسترتش راب ونشيلها في التلاجة لحد ما الخميره تخمر وان احنا نكون غسلنا شويه المواعين بتوعنا. وبعدها هنوريكم بقى العيش هيتعمل ازاي، يتفرد ازاي ويتحط فيه العجين ازاي. مش كده اهو كده يا حبيبي. نشوف العجين بقى. بصي ضعفت وبقت فرافلي. بصي عامله ازاي جميله جميله، ملمسها ناعم وحلو. بصوا انتوا عارفين ليه عامله معاكم العيش قبل كده وانتوا عارفين. بصوا هنجيب بقى ايه هنا، هنجيب نعص ايدينا زيت، نعص دي زيت عشان دي اللي هنعمل عليها نقرص عليها. نقطع ايه الرغيفه بتاعت العيش. بصوا العجينه يعني ده الهوا اللي فيها ده مطلعه. بصوا عطي هوا جميله ازاي. بتقطعيه بقى زي ما انتوا عارفين، بتقطعيه التقطيعه اللي انت عايزاها قد الرغيف اللي انت عايزاه. انا عايزاه وسط مش عايزاه كبير. هعمله بقى هنا واوريكم وهفتح تاني اوريكم انا بعجنه بقى ازاي ونحشيه ازاي. بص الاول هنا زيت كده تفردي سهل قوي مفيش ايه اسهل منه. حطي ده كده. انا هوريكم واحد واتنين بس وبعدها ايه اكمله انا بقى ايه مع نفسي عشان الفيديو ما يطولش عليكم. المهم ان انتوا عرفتوا بيتعمل ازاي والتكات اللي فيه وهيبقى احلى من بتاع بره بكتير. بصوا كده. بتجيبي بقى الرغيف ده ما بتكبرهوش، يكون ايه بصوا عشان بقى ما تعمليش ضفاير بقى وتكلكعي الدنيا والحته دي تترمى. لا اعمليه كده شايفيني كده انا بعمله ازاي. يا رب يكون ايه وصلت. بصي بتجيبي اللي تحت على اللي فوق، اللي تحت على اللي فوق عشان دي ما تبقاش ايه محروقه وما يرضوش ياكلوها. لا هو كده حلو كده حلو والمقاس ده حلو وجميل. نجيب بقى الصينيه اللي هنعمل فيها. ندهنها برده شويه زيت كده. شويه زيت كده. بصي تقفليه وبقى ايه شايله الرغيف كده وحطاه هنا. بصوا انا قلبته علشان اللي احنا عملناه تحت يبقى من تحت. مره نعمله كده ومره نعمله كده. الشكل اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. بس العجينه حلوه ازاي. بصوا منظره حلو ازاي مفروض وجميل. هكمل بقى انا كده وايه واجي لكم هفرد معاكم اهو يا جماعه. انا خلصت اهوت
بصوا حطيت عليه من على الوش سمسم، هيبقى جميل. والتاني برضو في الفرن اهو. بصوا هيطلع بقى وهوريه لكم، هيبقى تحفه والله. استنوا معايا. تعالوا كده نشوفوا بقى يا حبايبي شكله ايه وهو بيتحمر. بصوا المنظر. هعمله بقى وارجع لكم. بصوا بقى كده يا حبايبي، لو هو طلع لسه طالع من الفرن بصوا شكله، بصوا ظهره. جيب العيش اللحمه خلص. بصوا رغيف جميل جميل جميل. بصوا طري وزي الفل. بصوا عامل ازاي من ورا ومن قدام، وحاطين عليه سمسم كمان وتحفه. استنوا كده واقطعه معاكم عشان تشوفوه. ده لسه طالع، ده سخن، خلي ده سخن اهو. بصوا منظره حلو قوي. تعالوا نقطع ده. ده طالع من اول واحد، فتعالوا نقطعه نشوف شكله ايه وشكل اللحمه من جوه عامله ازاي. بصوا شكل اللحمه حلوه ازاي من جوه وجميل. وبصوا طري وحلو قوي. يتمنى ان انتوا تجربوه. ما خدش اي حاجه والله. وكده كده انت كده بتنزلي تعمليه تحت، لا اعمليه في بيتك وريحته حلوه وجميله، وعيالك هيقول لك فيه ان هو حلو. اتمنى ان انتوا تشوفوه، وما تنسوش فيه تحدي جامد قوي عن العيش باللحمه دوت. اتمنى ان انتوا تشوفوه، هينزل لكم بكره ان شاء الله. اشوفكم في رعايه الله حبايبي، ما استغناش عنكم. مع السلامه.